النهارده هنراجع موبايل من سلسلة الرينو، واللي هي دايما عاملة دوشة في السوق المصري، واللي آخر فترة كانت مطبقة نظرية الصيت ولا الغنى. يعني موبايل معمول له حملة إعلانية جبارة، لكن كإمكانيات في موبايلات تاني بأسعار أقل منه وأحسن منه كمان، زي مثلا موبايل الرينو 12 اف بتاع السنة اللي فاتت. وكان دايما عندي مشكلة في تسعير أوبو لموبايلاتها، لكن موبايل النهارده ده حاجة تانية خالص. موبايل النهارده هو الاوبو رينو 13 5G. الموبايل ده هو نموذج لموبايل اندرويد سهل وسريع ومبدع، واوبو بتقول بمنتهى الوضوح انه ده ايفون بتاع موبايلات الاندرويد، سواء من ناحيه الشكل او التصميم او حتى كمان تجربه الاداء. وده اللي هنوضحه في فيديو النهارده. خليك معايا للاخر، وفي الفيديو ده هنقسم المراجعه لمميزات، وفي الاخر هقول لك العيوب وكمان سعر الموبايل. يلا علشان ما اطولش عليك، حضر حاجه سخنه تدفينا في الجو ده، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هتلفت نظرك في الموبايل وهو التصميم بتاعه. الرينو 13 قلد تصميم الايفون في 3 حاجات. اولا من حيث الشكل فمفيش اي اختلاف عن الايفون في الواجهه الاماميه، غير النوتش بانش هول عاديه مش دايناميك ايلاند، لكن هي بتتحول لدايناميك ايلاند وهميه كده في بعض الاستخدامات. لكن نفس الحواف القليله من كل الجهات ونفس الكيرفات بالظبط. والظهر معانا في منه كذا لون، واحد ساده والتاني كده فيه تصميم عامل زي جناح فراشه، مع فريم كاميرات مربع من ازاز شفاف ومرصوصه فيه الكاميرات بشكل يشبه جدا كاميرات الايفون. وتاني حاجه اوبو عملت الموبايل بنفس خامات الايفون تقريبا، ظهر من الازاز والفريم الخارجي جاي من الالومنيوم. ولكن اوبو تفوقت على ابل في سمك الموبايل 7.2 مللي، وتفوقت كمان في الوزن الخفيف 181 جرام تقريبا. يعني مسكة الموبايل في الايد هتبقى مريحة جدا، وكمان جاي لك جراب في العلبة عشان يحمي العظمة دي. وتالت حاجة تصميم الرينو 13 قلد فيها الايفون انه مقاوم للماء والاتربة بمعيار اي بي 68 واي بي 69، وبيستحمل الغطس في المياه العذبة لعمق مترين. وواضح قوي ان اوبو واثقة من الجزئية دي، لدرجة ان هم حطوا اوبشن في تطبيق الكاميرا يخليك تقدر تصور تحت المية. ندخل على اقوى حاجة في الموبايل، ودي النقطة الأساسية في إعجابي برينو 13، وهي المعالج وتجربة الأداء. المعالج اللي موجود في الموبايل هو معالج فلاج شيب، هو نفسه اللي موجود في الرينو 13 برو، وهو دايمنستي 8350 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع 12 جيجا رام من نوع LPDDR5X، وذاكرة داخلية سريعة من نوع UFS 3.1. تقييم الموبايل على أنتوتو بيعدي 1,300,000 نقطة. طبعا كل ده كلام جميل، لكن الأجمل والأحلى هي تجربة الأداء الفعلي. الموبايل ده يا صديقي هو نموذج لسرعة وخفة وسلاسة السوفت وير، تصفح ناعم وسلس وفتح سريع للتطبيقات، حساسية ممتازة للتاتش، وتأثير لمسة صوابعك على الشاشة مظبوطة جدا. الموبايل نازل بأندرويد 15 طبعا، مع واجهة كلر او اس 15 بمميزاتها الكاملة. شكل الواجهة وترتيب بعض القوائم يشبه الاي او اس اللي هو سوفت وير ابل. كمان يقدر يستقبل او يرسل اي حاجة بسهوله لموبايلات الايفون، ده غير مزايا الاي اي اللي موجوده في السوفت وير، زي ترجمه واختصار المواقع والفيديوهات، وزي مزايا تعديل الصور زي ما هنشوف كمان شويه. اما بقى من حيث تجربه الالعاب فانت هتاخد واحده من امتع واسلس تجارب الالعاب. هتقدر تلعب ببج على 90 فريم، وده رقم حلو جدا لموبايل مش مخصص للالعاب. وهتلعب كمان كول اوف ديوتي على الترا فريم ريت. اداء الالعاب قوي جدا وسلس، ومش هتحس فيه باي تقطيع او تسقيط فريمات، مع حساسيه نموذجيه للمس زي ما قلنا بتخليك متحكم في اللعبه ومسيطر على حركاتك بشكل قوي فعلا. والسخونه اللي هتحسها في الظهر مع اللعب الكتير بسيطه جدا، وكل ده مع مزايا قويه تانية زي الشاشه وصوت السبيك، واللي هنتكلم عنهم في النقطه اللي جايه. كل ده بيخليك تاخد واحده من احلى تجارب اللعب عموما مش في السعر ده. اما دلوقتي فهنشوف تاني حاجة شدتني في رينو 13، ألا وهي الشاشة. فالشاشة من حيث المواصفات فهي الأعلى في السعر ده. حجمها حوالي 6.6 بوصة، ونوعها أموليد بتردد 120 هرتز، ودقتها 1.5K، مع دعم لل HDR 10 بلس، مع طبقة حماية جوريلا جلاس 7 اي. تجربة المشاهدة على الشاشة فعلا مذهلة، وغالبا دي أحلى شاشة من أوبو أنا جربتها، خصوصا لو غيرت إعدادات الألوان لوضع الفيفيد هتديك احسن تشبع مع تفاصيل كتيره، مع كثافه بكسلات هي الاعلى في السعر ده. ومشاهده المحتوى على الشاشه هتعجبك فعلا، ده غير طبعا متعتها في تجربه الالعاب زي ما وضحنا من شويه. واضاءه الشاشه بتوصل ل 1200 نتس، وده رقم كويس وكافي جدا، ومش هيواجهك مشكله معاه تحت الشمس. لكن طبعا هو مش الاعلى في الفئه السعريه دي. والتردد ال 120 هرتز واضح جدا في نعومه التصفح، وفي وضع بيظبط لك التردد مع استهلاك البطاريه. وطبعا لان الشاشه اموليد فهتلاقي طبعا خاصيه الاولويز اون ديسبلاي موجوده فيها. وباختصار
شاشة الرينو 13 من أحلى الحاجات في الموبايل. وبما إننا اتكلمنا على الشاشة، نشوف بالمرة أداء البصمة. وبصمات الشاشة في أوبو معروفة طبعا، وبالنسبة لي هي من الأفضل والأسرع في كل براندات الموبايلات. والبصمة فعلا سريعة جدا، ومهما حاولت معاها مش هتغلط. والميزة القوية كمان، واللي أنا بصراحة ما كنتش متوقع إن أنا هاخدها من أوبو، هي تجربة صوتية ممتازة وكمان تجربة اهتزاز. بس قبل ما نكمل، لو انت وصلت معايا لحد هنا فشكرا ليك. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، لان ده بيفرق كتير. يلا نكمل. تقريبا دي اول مره اشوف سبيكر من اوبو ويكون ميزه قويه في الموبايل. السبيكر طبعا ستيريو، وتوزيع الصوت بين السماعتين فعلا ممتاز. وده اكتر سبيكر من اوبو حسيت فيه بنقاء وجودة وعمق صوت. ده غير كمان ان الصوت عالي جدا، وفي امكانية ان انت تقدر توصله لحد 300%. لكن ده طبعا هيأثر على الجودة، واللي بيكمل حلاوة الصوت هو موتور الفايبريشن اللي بيجي من النوع الحديث. ندخل بقى على شبكات الموبايل، وان في ناس بتشتري موبايلات اوبو مخصوص علشانها، وتجربة اجراء المكالمات. ولو ما يهمكش طبعا الشريحه الالكترونيه اللي هي الاي سيم، لان رينو 13 مش بيدعمها، فخليني اقول لك ان انت هتاخد واحده من اريح واقوى تجارب مكالمات. شبكته فعلا قويه جدا، وانصحك بيه لو الشبكه عندك ضعيفه. الموبايل شغال لحد 5G، وكمان دعم مكالمات الواي فاي واللي بدأ تفعيلها داخل مصر. وصوت سماعه المكالمات عالي فعلا ونقي، ومايك لالغاء الضوضاء لو بتتكلم في مكان دوشه. والنقطه الاهم واللي بتهم ناس كتير وبتهمني انا شخصيا، هي وجود مستشعر تقارب حقيقي في الموبايل. اداء الاستشعار فعلا ممتاز، والشاشه بتفضل مقفوله طول ما الموبايل على ودنك. ندخل بقى على بطاريه الموبايل. بطاريه الرينو 13 هي بطاريه عملاقه 5600 ملي امبير، وبتقدر تقعد معاك لحد 8 ساعات شاشه مفتوحه. وبخصوص الشحن، فرينو 13 جاي بقدره شحن سوبر فوك 80 واط، والشحن طبعا جاي مع الموبايل في العلبه، وبيقدر يشحن بطاريه الموبايل من 0 ل 100% في تقريبا ساعه الا ربع. وده رقم كويس، لا هو عالي ولا هو بطيء. ندخل بقى على كاميرات الموبايل. الموبايل جاي بثلاث كاميرات في الظهر. كاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 بمثبت بصري حقيقي مع دعم اوتو فوكس، وكاميرا وايد 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثه بدقه 2 ميجا بكسل وبتستخدم لعزل الخلفيه، وكاميرا سيلفي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0 ومع دعم الاوتو فوكس. الحقيقه ان المعالج هنا قوي جدا في معالجه الالوان من حيث التشبع او من حيث التعامل مع الاضاءات العاليه المباشره، خصوصا في الكاميرات الخلفيه. اوبو اختارت ان هي تزود شويه اللون الاصفر في الصور علشان التشبع يزيد شويه عن الصوره الحقيقيه او الصوره الطبيعيه، بحيث يديك صوره حلوه تشد عينيك. حتى الكاميرا العريضه برغم ان تفاصيلها اقل، لكن معالجه اللون فيها قويه وقريبه جدا من الكاميرا الاساسيه. والكاميرا السيلفي الوانها احلى من معظم موبايلات اوبو، واللي كانت بتدي الوان بهتانه شويه والتشبع فيها ما كانش كفايه. الكاميرا السيلفي برضه هتلاقي فيها اللون الاصفر زايد شويه، بل احيانا هتحس ان التشبع كمان مبالغ فيه. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في كل الكاميرات وهي تعاملها مع الاضاءات العاليه في الخلفيه. مش هتلاقي صوره واحده هتلاقيها باظت او اتلسعت في جزء منها. وهيعجبك كمان خاصيه العزل في الكاميرتين سواء الخلفيه او الاماميه، وهتلاقي تحديد الاطراف فعلا ممتاز وبيتم بدقه عاليه. والتصوير في الاضاءه الضعيفه بالكاميرا الخلفيه هيديك تجربه قويه لما تستخدم الوضع الليلي. لكن مع الكاميرا السيلفي هتلاقي برضو الوضع الليلي شغال لكن مش بيعمل فرق، وهتلاقي نتيجة الصور مش قد كده. وبيدعم تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية لحد 4K 60 فريم. ومن المميزات القوية في الفيديو إنه بيقدر يخليك تصور فيديو بخاصية البرو مش بس في الصور الثابته. لكن من الحاجات القويه في الرينو 13 هي امكانيات الاي اي في التعامل مع الصور، زي انك بتمسح اي جزء انت عايزه من الصوره والنتيجه بتبقى فعلا كويسه، وزي انك تقدر تعالج اي انعكاسات في الصوره لو واقف مثلا جنب ازاز او مرايه، هتلاقي الاي اي بيحاول يمسح او يقلل الجزء المنعكس. وزي كمان ان لو في اي صوره مهزوزه او مبكسله هيقدر يعالجها ويحاول يخليها افضل. واخر 3 حاجات معانا في الموبايل قبل ما نقول العيوب. اولا الواي فاي. الموبايل جاي بنظام واي فاي 6 واداؤه ممتاز ومستقر وبيلقط على مسافات ابعد من معظم الموبايلات اللي انا جربتها. ثانيا بقى ان الموبايل بيدعم طبعا خاصيه الان اف سي وجاي ببلوتوث 5.4 وهو الاحدث حاليا. واخيرا من مميزات الموبايل انه جاي بمستشعر الاي ار اللي بيخليك تقدر تستخدمه كريموت كنترول لاجهزه كتيره جدا. ندخل بقى على العيوب اللي ممكن ما تعجبكش في الرينو 13، بس ما ينفعش يكون وصلت معايا لحد هنا وما يكونش عملت لايك للفيديو ولا اشتركت في القناه. واول عيب زي ما قلنا في تجربه المكالمات هو عدم دعم الموبايل للشريحه الالكترونيه اللي هي الاي سيم. هي حاجه شخصيا انا مش بحتاجها ومش بتفرق معايا، لكن اكيد بتفرق مع ناس تانية، فقلت لازم كنت اقولها في العيوب. اما العيب التاني فهو صوت السبيكر.
لو عليته للآخر فبيحصل معاه اهتزاز بسيط في جسم الموبايل وخصوصا في الظهر، وهتحسها قوي وانت بتلعب لانك بتبقى لامس الظهر بايدك الاتنين. بقيه العيوب هتفرق مع بعض الناس، زي ان الموبايل لا يدعم مخرج سماعه 3.5 مللي، وزي انك ما ينفعش تركب كارت ميموري، فهتضطر تعتمد على المساحه الداخليه فقط. فاختار المساحه اللي تناسبك من الموبايل. والعيب الاخير هو ان الموبايل ما فيهوش راديو اف ام للناس اللي يهمها وجود راديو في الموبايل. لكن بصراحه العيب الاساسي اللي بيواجهني في معظم موبايلات اوبو هي تسعير اوبو للموبايلات. الفيديو ده متصور قبل التسعير الرسمي للموبايل، والموبايل ده لو اتسعر حلو فعلا هيقلب السوق المصري. وانا اتوقع التسعير بتاع الموبايل هيكون في رينج ال 25 او ال 26 الف. ولما ينزل السعر الرسمي فانا هبقى اكتب لكم السعر الرسمي لكل النسخ في التعليق المثبت تحت. وبكده تكون خلصت مراجعتنا للاوبو رينو 13 5G. ولو عايز مراجعه لاحدث موبايلات اونر في الفئه المتوسطه ممكن تشوفها من هنا.